الرجاله دي نسيتها وقاعده معايا من بدري. اقول لك يا صاحبي ده تاكوس معايا. اهلا بكم في الريفيو مع شوري، والنهارده هنريفيو عمرو الهادي. الاختراع ده اسمه تاكوز ايس كريم، بس مشكلته ان هو في المعادي، فكنت مستني اللحظه اللي انا اعرف اروح اجربه. فتعالوا نشوف اختراعه ولا في الضياع. بتلاقي على يمينك كونيتا، وعلشان كده جينا كونيتا. وما تنساش اديني قلبك. اديني قلبك خد قلبي، اديني قلبك خد قلبي. الديكوريشن بتاعه مختلف عن اي مكان رحته، وفيه تماثيل كتير قوي زي ما انتم شايفين. هو ده بقى الحاج تاكوس ولا ده مين؟ يا عم احكي لي ايه اللي مضايقك بس، احنا اصحاب، انا عارف ان احنا اول مره نتقابل بس بينا عشم. يا راجل سابيتك انت كمان، حتى التماثيل متخزوقه. هم عاملين ليها 5 فليفرز، طلبت منهم 4 ويلا بينا على الريفيو. وريني يا عم. الله، طالبين الثلاثه تاكوز بقى. انا طلبت الثلاث انواع اللي طلبهم عمرو الهادي، وبالمناسبه انا عرفت ليه هو طلب 3 من ال5. يعني هو قال في اول الفيديو هم عندهم 5 انواع، احنا طلبنا 4 وفي الاخر طلع ب3 بس. انا بقى هفهمكم ليه دلوقتي هو طلب 3 بس تعالوا نفكهم الاول. بس تعالوا نشوف الاول شكل البيستاشيو. اقول لكم ليه بقى قبل ما اكل البيستاشيو. هو قال ان في 5 انواع وطلب 4 وجاله 3 بس. تقريبا هنا ما ينفعش تعزم صحابك. انا كان معايا 2 اصحابي قلنا هنطلب 3 نفس اللي طلبهم عمرو الهادي، وكل واحد فينا ياكل واحده ولا حاجه بعد التيست. فقال لا، ان اخر كل واحد يطلب واحده بس. طب هعمل ايه؟ هقسم انا واصحابي ولا ايه؟ قال لا، كل واحد يا فندم يخش يطلب الاوردر لوحده، وانا عاوز اكل لوحدي 3 يا سيدي، اعمل ايه؟ قال لك لا والله ما ينفعش، تطلب واحده بس وتطلب من حاجات ثانيه. مش فاهم ايه الصراحه سيستم المكان، غريب جدا، اول مره اقابله، ولكن خلينا نبدا وهو ده المهم. بسكوت من بره وسبونج كيك وايس كريم فانيليا وعليه بيستاشيو من فوق. نسمع القرمشه. ايه الحلاوه دي؟ هو خطير. بس قبل ما نبدا ما ننساش ان الاكل اذواق، السمك صحاب مش طواجن. بسم الله. اقول لكم ايه الطبقات بتاعتها. ده التاكوس اللي هو البسكويت، دي فانيليا، وده بيستاشيو اللي هو الفستق، بس بما اننا في المعادي فلازم نقول بيستاشيو ما نقولش فستق عادي. والصراحه جامد جدا، بما اني بحب الفستق اصلا فبالنسبه لي ولا كلمه يعني. الايس كريم جامد، تاكوس خطير، والبيستاشيو انا بحب البيستاشيو جدا. ناخد قطمه كمان ونخش في اللي بعده. بسم الله. بعملوا حسابكم على مناديل لزوم اللغوصه. انا الرجاله دي نسيتها وقاعده معايا من بدري، حطيت الحاجه. اقول لك يا صاحبي ده تاكوس معايا، راضيين ياكلوا. طب تعالى ناكل بقى في ايه، في حته على جنب. تاني واحده وايت شوكليت ولوت. 10 من 10 والله العظيم. لا حاجاتهم مش طبيعيه، بتاع جامد قوي قوي يعني. تعالوا نخش في اللي بعده، وايت شوكليت لوتس. طبعا انا فهمت ليه هو كان جايبهم في بوكس، لان الايس كريم بيسيح في لحظه، بس الحمد لله ان احنا لاحقينه يعني. نبدا بقطمه من اللوتس. بسم الله. بعد القطمه دي عاوز اقول حاجتين اجمد من بعض. اولا التاكوس، انا لسه قايل لكم ان هو جامد، هو جامد قوي. انا عاوز اقول جامد بس الراجل اللي بيمنتج هيتعب، بس انتوا تبقوا عارفين. هو هنا في صوت هيتكتم دلوقتي، بس انا بقول انها جامده. ناخد بقى قطمه من الوايت شوكليت. بسم الله. الوايت شوكليت كمان جامد، والسكر بتاعه مظبوط، اللي هو مش مسكر قوي اللي هو اتجزع منه يعني. فتعالوا نخش في اللي بعده. وثالث واحده شوكولاته. دي وجبه. واخر حاجه معانا تاكل شوكليت. بسم الله. حاسس الشوكولاته اقل من البيستاشيو واقل من اللوتس، يعني بالنسبه لي اقل واحده من الاثنين. ناخد قطمه كمان. بعد التجربه اللطيفه دي والتاكوس اللي عجبنا، فانا عندي ليكم كام مفاجاه كده، فعاوزكم ايه بصدر رحب تستقبلوا مني الكام معلومه اللي جايه. احنا هنا جينا بدري شويه عن المواعيد علشان كان ورانا كام مشوار تاني، فقلنا الصبح ان انا كده في الايس كريم وبعد كده نروح نشوف اللي ورانا. لكن عرفنا ان المواعيد هنا في المكان بتبدا من 1:30 الظهر لحد 11:30 بالليل. خلي بالنا عشان لو الناس عبه تيجي بدري شويه، لا هم بيفتحوا 1:30 وما تاخرش قوي بالليل عشان اخرهم 11:30. تاني حاجه حابين ننبه عليها، اللي هو لو هتيجي لوحدك ما ينفعش تطلب 3 حاجات مثلا. يعني كنت عاوز اخد لوحدي اللي هي ال3 تاكوس زي ما قلت لكم في اول الفيديو، فلا كل واحد بيطلع له حاجه واحده بس. تالت حاجه ودي اهم حاجه اللي متهيألي الناس كتير جدا هتسال عليها، الا وهي الاسعار. فتعالوا اقول لكم ايه الاسعار. دي الريسيت، بس هقول لكم برضو ايه هي الاسعار. اول حاجه بدانا بيها اللي هي البيستاشيو، سعرها 80 جنيه. تاني حاجه الوايت شوكليت على لوتس، ودي سعرها 75 جنيه. هنا للمكان سيبنا قاعدين على الرصيف. فين البنباك دي من بدري؟ رايح يا باشا. يا على الراحه اللي انا فيها. ده بقى عيب ان انت تيجي بدري قوي، فلازم تيجي متاخر شويه عشان تلحق ايه، تعيش الحاجات الاجواء اللي احنا مش عايشينها دي دلوقتي. انا اكلمكم بصراحه، الاسعار هنا غاليه نسبيا بالنسبه لباقي السوق، ولكن هي تجربه كويسه جدا. تاكوس هنا ولا كلمه، فعلا 10 من 10، خطير. فليفر بتاع باقي الحاجات كلها جامد جدا ولا كلمه عليهم. ولكن هي تجربه ان انت تيجي انت واصحابك في الويك اندز مثلا وتجربوا الموضوع، لا الموضوع جامد.
وفي نهايه الفيديو ما تنسوش بعد ما تمنشنوا اصحابكم وتعملوا لايك للفيديو تقولوا لي تحبوا الريفيو الجاي عن مين وفين. وكالعاده لو محدش حل يومكم النهارده وقال لكم ان هو بيحبكم فانا بحبكم. لسنا الوحيد ولكننا